السلام عليكم متابعي ومحبي مسلسل السلطان محمد الفاتح. أهلا وسهلا بكم إلى تحليل الإعلان الأول للحلقة القادمة 38. وبصراحة الإعلان لم يتضمن سوى حدث واحد فقط، لكنه حدث هام وفيه عودة لظهور شخصية هامة من شخصيات المسلسل. نشاهد الإعلان ثم نعود للحديث. İçeriye kimse girmeyecek denmedi mi? Önemli olmasa rahatsız etmezdim efendim. Neymiş toplantımızı bölecek kadar önemli olan? Osmanlıların Sultanı Mehmet size bir elçi göndermiş. Elçiyi gönderin gitsin. Fakat bu alelade bir elçi değil. Mehmet'in kubbe altı vezirlerinden. Kan çanağına dönmüş gözlerinden anladığım kadarıyla barış için gelmemiş. Kimmiş bu küstah? Alın görelim. Ben Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn, Padişah Alem Penah, Sultanül İslam, Sultanü Selahaddin Sultan. Türklerin Hakanı, Sultan Mehmet Hanı Sani'nin veziri Şahabettin Paşa. Bir karar alınacakmış. Hüküm vermeye geldim. والآن كما شاهدتم إنه شهاب الدين باشا، والذي افتقدناه في الموسم الثاني للمسلسل. وكما شاهدنا يصل إلى بابا الفاتيكان كمبعوث للسلطان محمد، كما تحدث وأخبر بذلك أمام بابا الفاتيكان بكل ثقة وتفاخر. إذا بعد أن عرفنا من هو مبعوث السلطان محمد إلى الفاتيكان، السؤال هنا: ما هو حكم السلطان محمد الذي جاء به شهاب الدين باشا ليبلغه لبابا الفاتيكان؟ وماذا كان رد البابا؟ الجواب بلا شك أن السلطان محمد سيحكم أو يقرر إعلام بابا الفاتيكان ودولته عدوا مباشرا للدولة العثمانية، ما لم يتم التخلي عن مساندة الإمبراطور قسطنطين والتزامه الحياد في هذه المواجهة. وسيخبره أنها ستكون الفرصة الأخيرة له لتجنب غضب السلطان محمد ضد الفاتيكان. ولكن البابا لن يقبل طلب السلطان محمد، وسيستمر بدعم بيزنطة والتحالف معها في مواجهة السلطان محمد. وكما تابعنا من خلال حلقات المسلسل أنه رغم الخلاف الكبير بين الكنيستين، الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، إلا أنهما اتحدتا في مواجهة السلطان محمد، وذلك بعد تنازل الإمبراطور قسطنطين للبابا وتقديمه له وعود وعروض مغرية، الأمر الذي أزعج وأغاظ رهبان وقساوسة وسكان القسطنطينية من الأرثوذكس، وفضلوا رؤية الأتراك في شوارع المدينة عن رؤيتهم لأتباع البابا اللاتينيين من الكاثوليك. ولعل المقولة الشهيرة للقائد نوتاراس عندما قال: إني أفضل أن أشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية فيها. وأما بشأن مصير شهاب الدين باشا، وهل ممكن أن يقدم بابا الفاتيكان على قتله، فأنا أتوقع أن لا يجرؤ البابا على فعل ذلك، لعلمه بقوة الدولة العثمانية وعلمه ببأس السلطان محمد الشديد وحجم غضبه إن غضب. كان هذا فقط للتوضيح، وإلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الفيديو أحبتي وأصدقائي، والتقيكم في فيديو قادم. إلى ذلك الحين وذلك الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.